حدد القانون رقم 43/22 العقوبة البديلة أولا في العمل لأجل المنفعة العامة، حيث يقصد به أن يجوز المحكوم عليه عملا لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام. ثانيا المراقبة الإلكترونية، وتتم من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة. ثالثا تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية. رابعا فرض عقوبة رقابية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب. خامسا الغرامة المالية، وتعني حسب مضامين الفصل 35/14 من قانون 43/22 يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، إذ تتمثل في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها. كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة ولي أمرهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وحدد الفصل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم الغرامة الحبسية المحكوم بها.